في الفترة الأخيرة تصدر اسم نيفو حديث عدد كبير من المتابعين بعد ما نشر فيديو بعنوان أنا تعبت من الاتهامات، واللي كان واضح من عنوانه وصورته المصغرة إن الموضوع مو بسيط، وإن الشخص وصل لمرحلة يريد يتكلم بصراحة بعد فترة من السكوت. بداية القصة كانت مع تكرار الانتقادات والاتهامات اللي كانت توصله من ناس مختلفين على مواقع التواصل. بعضهم كان يعلق على شخصيته، بعضهم على أسلوبه، وبعضهم يطلق كلام بدون أي دليل واضح. ومع الوقت تراكمت هاي الأمور وصارت عبء نفسي كبير عليه. نيفو بدأ الفيديو بنبرة جادة، ووضح إنه تعب من كمية الإشاعات اللي تنقال عنه، وقال بشكل غير مباشر إن الناس صارت تبني صورة كاملة عنه اعتمادا على كلام متداول، مو على حقائق أو تعامل مباشر وياه. ومن النقاط المهمة اللي ركز عليها إنه أي شخص يصير عنده جمهور على الإنترنت تلقائيا يصير هدف للانتقاد. مرات يكون النقد منطقي ومفيد، ومرات يكون مجرد هجوم لغرض الاستفزاز أو جذب الانتباه. وهاي المشكلة يعاني منها كثير من صناع المحتوى. كذلك تكلم عن التنمر الإلكتروني، وإن بعض الناس يعتقدون إن التعليق الجارح مجرد مزحة، لكن بالنسبة للشخص المقابل ممكن يكون شيء مؤذي فعلا. كلمة واحدة أحيانا تبين بسيطة للكاتب لكنها توصل ثقيلة للشخص اللي يستلمها. وأشار أيضا إلى أن البعض يكرر نفس الاتهامات بدون ما يتأكد منها، فقط لأنهم شافوا شخص ثاني يقولها. وهنا تصير الإشاعة أقوى من الحقيقة، لأن الناس بطبيعتها تميل للدراما أكثر من التحقق، وهو مرض اجتماعي مزمن لا علاج له حتى الآن. ومن خلال الفيديو كان واضح أنه نيفو ما كان يريد يسوي مشكلة جديدة، بل بالعكس كان يحاول ينهي سلسلة المشاكل ويوصل رسالة أنه إنسان طبيعي يتأثر ويتعب مثل أي شخص آخر. العديد من المتابعين تفاعلوا مع الفيديو بشكل إيجابي، وقالوا إن من حقه يدافع عن نفسه ويوضح موقفه، بينما البعض الآخر استمر بالنقد، لأن بعض الناس إذا توقفوا عن الانتقاد يمكن يضطرون يواجهون فراغ حياتهم. الشيء المهم في هكذا مواقف إن الشهرة على الإنترنت مو سهلة مثل ما يتصور البعض. صحيح بيها دعم ومتابعين، لكن بيها أيضا ضغط نفسي، مراقبة مستمرة، وأي غلطة صغيرة ممكن تتحول لقضية كبيرة. نيفو من خلال هذا الفيديو حاول يذكر الناس إن وراء الشاشة يوجد إنسان، مو مجرد صورة رمزية أو شخصية كرتونية. شخص عنده مشاعر، يزعل، يتعب، ويتأثر من الكلام الجارح مثل أي أحد. كذلك أوصل فكرة مهمة، وهي أن المتابع يشوف دقائق من حياة صانع المحتوى، لكنه ما يعرف كل شيء عنه. لذلك الحكم السريع دائما يكون ناقص، وأحيانا ظالم. ومع انتشار الفيديو بدأ ناس كثير يتناقشون حول حدود النقد، وهل كل شخص مشهور لازم يتحمل أي كلام، أو أكو حدود لازم ما تنكسر. وهذا نقاش قديم يتكرر بكل منصة. في النهاية فيديو نيفو ما كان مجرد رد على اتهامات، بل كان تنفيس عن ضغط متراكم ورسالة واضحة: مو كل ما ينقال صحيح، ومو كل شخص ساكت يعني ما يتأذى. والدرس من الموضوع كله إن الإنترنت مكان سريع بالحكم وبطيء بالفهم. الناس تحب تسمع القصة، لكن قليل منهم يسمع الطرف الثاني، وهذه للأسف الدراما الحقيقية كل. ومع استمرار الكلام، نيفو أوضح إن المشكلة مو بس انتقاد، المشكلة لما يتحول الموضوع إلى هجوم شخصي متكرر بدون توقف. يعني بدل ما يكون نقاش طبيعي أو رأي، يصير ضغط يومي يخلي الشخص يحس إنه محاصر بكل جهة. وقال بشكل غير مباشر إن اللي يشوفونه المتابعين على السوشيال ميديا مجرد جزء صغير جدا من الصورة. دقائق معدودة ما تكفي حتى تحكم على إنسان كامل، بس الناس للأسف تحب تختصر الحياة بجملة وتعليق. ومن خلال الفيديو كان واضح إنه ما كان يحاول يسوي ضجة أو يدخل في مشاكل أكثر، بالعكس كان يريد يوضح موقفه ويخفف من سوء الفهم اللي صار حوله. لأنه مع الوقت السكوت أحيانا ينفهم غلط ويصير كأنه اعتراف، وهذا الشيء يزيد الطين بلة. وتكلم همين عن الضغط النفسي اللي يجي مع الشهرة، لأن أي كلمة أو تصرف ممكن ينقلب ضدك خلال دقائق. اليوم أنت ترند، وباجر أنت قضية، وبعدها الناس تنسى وتروح تدور غيرك. اللي لفت الانتباه إنه أسلوبه كان أقرب للعتاب من كونه هجوم. مو هدفه يهاجم أحد، بس يوضح إنه إنسان طبيعي يتأثر ويتعب، مو آلة تتحمل كل شيء بدون ما تحكي. وبالنهاية خلى الرسالة واضحة: مو كل كلام ينقال عنه صحيح، ومو كل صمت يعني ضعف. وأحيانا الشخص يسكت مو لأنه ما عنده جواب، بس لأنه تعبان من التكرار والشرح لنفس الناس كل مرة. والقصة كلها تعكس واقع السوشيال ميديا اليوم، مكان سريع بالحكم وبطيء بالفهم، والناس فيه تحب القصة أكثر من الحقيقة، حتى لو الحقيقة كانت أبسط بكثير مما يتخيلون.